ده نسيت حط عطا. لا لا عطا عشان المتابعين. صحيح. اهلا وسهلا فيكم فيديو العودة، يعني بعد ما خلصنا. والصراحة يعني كان لازم هذا الفيديو ينزل ب 10 او 12 الشهر، بس صار عندنا ظروف يعني. بصراحة ما انا قهرية ولا انا طارئة اصلا ولا انا مهمة، بس طبعا بعد ما شفنا هذا الاستوديو، يعني مثل ما بتعرف صار في منتجين وكذا وتكاليف، فصار عندنا منتجين وصار لازم نلتزم بالموضوع. مثل ما قلنا لكم كان لازم ننزل الفيديو الاول من 10 12 الشهر، بس هلا الحمد لله بلشنا، وهي لمحة عن الاستوديو. طبعا رح نحكي عن المنتجين يلي هن اكيد ما رح احكي عليهم لانه هن ما بيرضوا حدا يحكي عليهم. طبعا عندنا كذا محتوى بالقناه، وانا كان ضد فكره انه يكون عندنا كذا محتوى، بس للاسف يعني جبرونا الشباب الفوفي. بس طبعا طالما في صار منتجين وصار في ايد توجعني ومسكوا خشبي ووشوني مثل ما بدهم يعني. يا ريتني كنت انا يا اخي، والله العظيم. راح يكون المحتوى الاكثر انتشارا هو اللي راح يعتمد عليه ان شاء الله. وطبعا راح يكون المحتوى الاول عباره عن رياكشنات، بس راح نجيب شغلات جديده وفيديوهات مفيده اهم شيء، ونعطي عليها ردة فعل او نعطي عليها شو الافاده منها وشو عم يصير فيه. وان شاء الله المحتوى الثاني راح يكون عباره عن قصص وحكم وامثال. ان شاء الله نقدر ندمج الاثنين مع بعضهم، او مثلا كل المحتويات نحسن ندمجهم مع بعضهم ونطلع فيديو قصير حلو ومسلي ومفيد اذا الله راد. والمحتوى الثالث عباره عن تبسيط فكره علميه، او على قولة شخص تعقيد فكره علميه، لانه ما بعرف بس. اضحك محمد، اضحك 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 عبد الله، اضحك 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 يلعن، اضحك اضحك. طيب راح نشوف نحن ايش هو اكثر محتوى راح نحسن ننجح فيه، او شو المحتوى اللي بنقبل فيه اكثر راح نثبت عليه. طبعا ما راح نكمل بكل المحتويات مع بعضها، بس لا احنا راح نشوف المحتوى الاكثر انتشارا والمحتوى الاكثر قبول وراح نكمل فيه وننسى بقيه المحتويات، انه بقيه هذا المهم. نعم، إنها المخدرة. وفضلا وليس امرا لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب، وان شاء الله نقدر نقدم شيء مفيد. دعواتكم والسلام. وقبل ما انسى، اذا بدكم شيء انه مثلا اذا حابين تعرفوا شو تكاليف الاستوديو وشو هي المعدات اللي عم نشتغل فيها، علقوا لي بهالموضوع. شو رايك؟ هيك اذا بطلب هذا الشيء رح اعمله انا.